استعدوا وجهزوا القهوة عشان اللي بيحصل في السماء اليومين دول من حركة الكواكب ده حدث تاريخي. احنا بنتكلم عن كوكب أورانوس، كوكب المفاجآت والتحولات والثورات الشخصية، وهو بيشد الرحال ويدخل برج الجوزاء لأول مرة من 84 سنة. يعني أجيال كاملة عاشت وماتت ما شافتش التوليفة دي. والزيارة دي مش خفيفة، ده هيفضل متربع في الجوزاء لمدة 8 سنين كاملة. يعني احنا داخلين على مرحلة طويلة من التغيير اللي هيقلب الموازين، خصوصاً في حياة مواليد برج القوس. يلا اعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدني اعمل فيديوهات اكتر، ويلا بينا. لو انتوا من مواليد العشرية الأولى في برج القوس، يعني مولودين في أول 5 أو 6 أيام من موسم القوس، فانتوا أول ناس هتحسوا بالكهرباء العالية دي. أورانوس لما بيدخل بيت في خريطتنا بيمسك مقشة التغيير ويكنس كل القديم والراكد عشان يزرع مكانه حاجات مدهشة وعصرية. والبيت اللي هيتأثر عندكم هو البيت السابع، وده بيت الآخرين في حياتنا، يعني الجواز والخطوبة، الصحاب القريبين، وحتى شركاء الشغل والزباين. العلاقة مع أورانوس بتبقى عاملة زي مفتاح النور، تكة أون وتكة أوف، مفيش وسط. ممكن كنتم مقاطعينهم من سنين أو علاقتكم بيهم فترت، فجأة ظهروا في حياتكم تاني من غير مقدمات ولا سلامات. وممكن العكس، علاقات كانت مستقرة جدا فجأة تلاقيها خدت مسار مختلف خالص أو وقفت شوية. أورانوس كوكب ملوش كتالوج، بيحب الصدمات والمفاجآت اللي بتيجي out of the blue. لو كنتوا لسه سنجل وبترتبوا لحياتكم، فاستعدوا لقصص حب خيالية ومن النظرة الأولى. ممكن تقابلوا حد في مكان غريب أو صدفة في الشارع أو حتى أونلاين، وفجأة تلاقوا نفسكم بتقولوا هو ده الشخص اللي هكمل معاه. الموضوع ممكن يكون صدمة ليكوا قبل ما يكون للناس اللي حواليكوا، لأن المشاعر هتكون سريعة وقوية زي البرق. أورانوس بيدينا داونلود مفاجئ للمعلومات والمشاعر، لدرجة إنك ممكن تشوف حد لأول مرة وتلاقي نفسك بتقرر أنا هتجوز الشخص ده، وتحس إن حياتك كلها اتغيرت في ثانية واحدة، وبقيت عايز تسعى ورا العلاقة دي بكل قوتك. واللي لفت نظري في ترانزيت ده إن الشخص اللي هيدخل حياتكو أو اللي هترتبطوا بيه غالباً هيكون طبعه أورانوسي بامتياز. يعني إيه؟ يعني شخص ذكي جداً، تفكيره سابق سنه بكتير، متمرد على التقاليد، وممكن يكون كويركي أو غريب الأطوار شوية في نظر الناس. الشخص ده ممكن يكون برج الدلو أو عنده كوكب أورانوس قوي جداً في خريطته الشخصية. علاقة هتبهر الكل وهتخلي الناس ترفع حواجبها وتقول إيه ده؟ إزاي دول مع بعض؟ وممكن تتطور بسرعة الصاروخ، لدرجة إنكم في تالت مقابلة تلاقوا نفسكم بتتكلموا في الجواز. مش بس الحب، ده حتى مجال الشغل والبزنس هيطولوا التغيير. بما إن البيت السابع هو بيت العقود والزباين، فاستعدوا لفرص بتيجي من تحت الأرض، زباين جداد يظهروا فجأة، صفقات تخلص في قعدة واحدة من غير مجهود، وعقود تتوقع بسرعة ما كنتوش تحلموا بيها. بس خلي بالكوا، زي ما العقود بتيجي بسرعة ممكن تنتهي فجأة لو ما كنتوش مرنين كفاية. أورانوس بيحب السرعة، والفرصة اللي تضيع منك النهاردة ممكن ما تتكررش تاني بنفس الشكل، فلازم تكونوا جاهزين تاخدوا قرارات سريعة وحاسمة. وبالنسبة للناس اللي في علاقات رسمية أو جواز، الترانزيت ده هيجدد الروح في العلاقة. ممكن فجأة تقرروا انتوا وشريك حياتكم تفتحوا بيزنس مع بعض أو تمضيوا عقود شراكة تانية خالص. التغيير هنا ممكن يكون في صورة استقلال أكتر لكل طرف، أو إنكم تعملوا حاجات مجنونة مع بعض ما كنتوش بتعملوها قبل كده. وأحياناً أورانوس بيخلي الشريك نفسه يتغير، تلاقيه بقى مهتم بالتكنولوجيا أو بقى ترند ستار على السوشيال ميديا، أو حتى بياخد قرارات out of the box كانت بعيدة عن شخصيته القديمة. وعلى سيرة المفاجآت العائلية، البيت السابع بيمثل كمان طفلك التاني. لو عندكوا طفل تاني ممكن تلاحظوا إنه بدأ يمر بمرحلة تمرد أو استقلال مفاجئة، وبدأ ياخد قرارات في حياته ممكن تخضكوا في الأول، بس هي في الحقيقة جزء من تطوره الشخصي. وممكن كمان الترانزيت ده يجيب خبر حمل مفاجئ وسريع. الجميل والمانع في كل الهيصة دي إن أورانوس طول فترة وجوده في الجوزاء عامل زوايا، دي زوايا إيجابية جدا ودعم كوني من كواكب تقيلة. ده معناه إن كل التغييرات والمفاجآت دي حتى لو شكلها يخض في الأول أو تحس إنها دراما، هي في الحقيقة بتحصل لسبب روحي أعلى وفي توقيت إلهي مثالي، عشان تخرج من سجن العادات القديمة وتبدأ تعيش حياتك بحرية وحقيقة أكتر. حتى لو حصل انفصال أو طلاق مع الترانزيت ده، افتكروا دايما إنه بيكون
تحرر لمرحلة أجمل، وغالباً بتلاقوا نفسكوا دخلتوا في العلاقة تانية أحسن بكتير وبسرعة مذهلة. أورانوس بيحب التجديد ومش بيسيب حاجة مكانها لو كانت مش نافعة لمستقبلك. هتحسوا بضغط في الوقت وبقرارات لازم تتاخد دلوقتي حالاً، وده جزء من سحر الترانزيت ده اللي بيخليكوا تكتشفوا قدراتكوا على المواجهة والتغيير. يا قوس، انت داخل على 8 سنين من المغامرة في العلاقات. استعد لسفر مفاجئ لشغل، لتعارف غريب يغير وجهة نظرك في الحياة، والفرص بيزنس معتمدة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاختراعات الجديدة. الدنيا هتتحرك بسرعة البرق، فخليك مرن وجاهز وركوب الموجة دي بقلب جامد، لأن اللي جاي ممتع ومختلف عن كل اللي فات.